شوف، فرنسا منتخب تيخلع وقوي وتيلعب وخطير وعنده هجوم وعنده دفاع وعنده مبابي وعنده اوليزي وعنده ديمبيلي وعنده ولكن انا حاسب لي المنتخب المغربي غيقصيه. سالينا. بغيتي نفهم واحد القضيه، علاش السياسه كتدخل في كره القدم؟ علاش؟ خليونا غاديين كما غاديين، ربحنا هايتي، اسكتلندا، كندا، ما خلينا ما ربحنا، كنجيو مع فرنسا تيهز داك ماكرون الملف ديالو تيتم جاي. علاش تيتم جاي؟ حيت الصحراء المغربيه راه الصحراء راه مغربيه، ما محيده لنا حتى شي حد، غير خليهم. عاد دابا السفير ديال فرنسا مشى للعيون، حنا كندعمو. لا ما تدعمش اخويا، غير خليك في بلاصتك وخلي الكره، حنا متبعين الكره، خليونا متبعين الكره. علاش ما يمشيش في الفينال، علاش في الدومي فينال حتى كتلعب مع المغرب عاد تيتم هز داك الملف ديالو جاي؟ علاش؟ لا خويا عافاك الله يستر عليك، جلس خليونا تنتفرجوا في الكره براحتنا. ما يجيش واحد حتى كان حنا نكملوا نغلبوا شحال من حاجه نجيو تنطيحوا فرنسا. شتي لا داتها فرنسا زعما لا غلبه، ما غلباتناش فرنسا، لا ما غلباتناش، ما غلباتناش. اللي غلب هو داك الملف اللي كيجيب ماكرون معاه. راه انا جاي باش علاش؟ اسيدي الصحراء راه مغربيه، الصحراء مغربيه ابا عن جد، ما محتاجينش. ولكن ما تدخلوش لنا الصحراء عفاكم، ما تدخلوهاش لنا في كرة القدم. خليونا عندنا ابطال الحمد لله، عندنا ابطال مغاربه تيلعبوا بكل تضربوا، ما تخلى ما تدار ليهم. انما باش تجيو حتى نطيحوا حنا مع فرنسا عادي يجيب لي داك الملف ديالي ويتم جاي ليا في التيران، لا راه ما هادي لا ما مقبولاش. لا ربحات فرنسا، من هنا كنقولها، لا ربحات فرنسا اقسم بالله، لا ربحات لي بالسياسه. يبقى داك الملف اللي دائما تيجيب اني جاي، راه الا ربحات فرنسا راه والو، نفس السيناريو ديال 2022 تيتعاود نفسها. مازال ما شربتش قهوتي، يلاه فايقه مازال ما شربهاش، ولكن هادشي راه بزاف، غير نطيحوا مع فرنسا يتم جيب هذاك ماكرون. اشنو هادشي؟ عافاكم لا لي السياسه ما تدخلهاش كره القدم، خليو كره القدم في جنب وخليونا حنايا. واه شنو هادشي؟ ما فهمتش والله، ما فهمت شي حاجه بزاف. مسكينه فرنسا كتبغي تعيش دور البطل والزعيم، والخبط ديالها ما بغاش يتقادى مع المغرب، وعزيز عليها تصيد في الماء العكر، وتريد إعادة سيناريو قطر 2022 اللي العالم كامل شهد على فرنسا بأنها دولة غير متخلقة وخصوصا في كرة القدم. بالأمس زيارة ديال وفد لمدينة العيون، لماذا؟ وفي هذا الوقت بالضبط لأننا غنلعبوا معاهم في الولايات المتحدة الأمريكية ربع النهائي. تريد إعادة السيناريو وتقول لنا اعترافنا بالصحراء، وأقول لها اعترافك لم يعد يهمنا، الاعتراف ديالك ما جاش بالخاطر، الاعتراف ديالك جا بالويان الدرعان، لأن سيدك ترامب قال لك يا اما غادي تعترفي يا اما غادي تلقاي مني شي حاجه ما هياش، وهادشي اللي خلاها تعترف. بغيت نقول بخصوص هذيك الزياره ديال هذاك الوفد لمدينه العيون لا يعنينا ولن يغير من الامر شيئا، لانه تزامنا مع هذيك الزياره سيدنا الله ينصرو ويخلي ليه صحيحته كيصيفط رساله شكر لدونالد ترامب. وسبحان الله العظيم الولايات المتحده الامريكيه كتحتفل بالامس او هذه يومين بذكرى مرور 250 سنه على الاستقلال ديالها وعلى الاعتراف بها وبالوجود ديالها، واللي كان اول دوله كيعترف بها هو المغرب. وبهذا المناسبه سيدنا الله ينصرو صيفط رساله شكر لدونالد ترامب واللي كيقول فيه اعترافكم بمغربيه الصحراء كان له واقع كبير على نفسيه المغاربه، وبانه كتب باحرف من ذهب، وبأن التاريخ سيشهد للولايات المتحدة الأمريكية بالقيادة ديال دونالد ترامب بأن القضية ديال الصحراء سالات. دخلنا عليكم بوجه الله، كي حساب لكم فرنسا خدامة غير بوحدها؟ لا، سيدنا الدبلوماسية خدامة كذلك. ومثال هذا ميساج واضح لفرنسا، اعترافك لا يهمنا ونريد نزالكم في الميدان. المباراة كتلعب في التيران، وأرى ما عندك. إلا ربحتونا بالكرة مرحبا، أما باش تربحونا بالكولسة فراه العالم كامل غادي يشهد عليكم، وحنا غادي ما غاديش نسكتو، حنا ما غاديش نسكتو، غادي نفضحوا الالاعيب ديالكم. وسيادي الاعتراف ديال فرنسا ما كيهمناش، وها سيدنا قال لفرنسا قبل ما تمشي للعيون
ترامب ترامب ترامب، وخصنا نذكروا فرنسا دائما بترامب 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 بترامب. حنا في الجهه الاقوى، وفرنسا لم تعد كما كانت، بقى كتاثر على شي وحدين، اما حنايا حنا اللي ولينا كنأثروا فيه. الاخوان خبر غير سعيد لكل مغربي في هذا الماتش هذا ضد فرنسا. اول حاجه درت التوقع ديالي ومتاكد منه تاكتيك رابحينهم، وقلت لكم شنو هو السيناريو ودرت لكم الفيديو البارح. فرنسا تتحرك مره اخرى من غير 2022 فاش شريت من عندنا الماتش وشريت التحكيم، وقلت لنا انا اللي باغي ندوز للفينال. نتوما عارفكم انا غطيحوني غدوز للفينال، لا تفاهموا معايا. جاب القضيه ديال الفيزا وجاب القضيه ديال اشرف حكيمي، المهم ما علينا. دابا عاوتاني جايب الملف ديال الصحراء وجايبين عاوتاني القضيه ديال الحكيمي ديال المحكمه. نتغاضاو لكم على الامر ونساعدوكم في هذه القضيه ديال الصحراء اكثر كاع اكثر من هادشي اللي دايرينه معاكم. خلينا حنا ندوزو نتوما. لا للسياسه في الرياضه، راه يجب التصدي لهذا، يجب التصدي لهذا، فهمني؟ راه الا ما زيرناش راسنا غيلقاو لينا ثغره، هذا غيلقى لينا ثغره، غيجي يحضر هو الماتش بيدو عقل انا وانت يلا الربع ويشمتونا في ماتش ديالنا رابحينو. غيقول لك واخا يظلمك الحكم ما تهضرش صافي نساق حيت حنا فاهمين ديجا. اللهم اني قد بلغت، اللهم اني قد بلغت، اللهم اني قد بلغت. لا للسياسه في الرياضه، هما تدخلوا سياسيا دابا، هما بداو. وفجأة فرنسا تتحرك في قضيه الصحراء. وإلا بان ليا وسط الماتش ماكرون رئيس فرنسي في المباراة ديال المغرب وفرنسا، انا غنطفي التلفازه وغادي نغيرها من الاخر. الا بان ليا هذا المنظر غادي نغيرها الاخوان. وكنتمنى ان الملف ديال الصحراء المغربيه ما يكونش وسيله ضغط على الحكومه المغربيه ولا الاعضاء ديال الحكومه المغربيه اللي وديت هذه المباراه هذه. كنتمنى واخا دابا باقي كنقول لكم باللي راه المنتخب الفرنسي راه قوي، راه قدر يغلبنا ويهزمنا بالقوه ديالو، ولكن حنا ما بغيناش السياسه تدخل في هذه القضيه هذه. انا كنتمنى، هذا هو الرجاء ديالي، حنا كنتمناو ان هذا المنظر ما نعاودوش نشوفوا دابا هو يهبط الفيسيال ديال اللعابه ديالنا الاولى. ثانيا ما يضغطوش علينا بالملف ديال الصحراء المغربيه، ما يضغطوش علينا بهذه القضيه، ما يبداوش يطراو لي زابيل وكذا وكذا، وما يقولش لينا ماكرون حقه ما حقه، راه فرنسا راه هادي نتوما عندكم مهاجرين ديالكم بزاف عندنا وديك الهضره. حنا ما عندنا ما نديروا بها، حنا بغينا نتفرجوا في كره، بغينا نشوفوا المنتخب الوطني المغربي كيقدم اداء مزيان. الا بان لي هادشي كامل وما كرهناش ان الفيفا حتى هي تلعب واحد الدور ديالها وتكون عادله في هذه المباراه هذه، فهذا هو الرجاء ديالي. ما بقيتش باغي والو انا. فالاخوان هذا هو الرجاء ديالي، وانا عارف باللي ان شاء الله هذه المباراه ما غتكونش بحال ديال قطر، ولكن نتوما كمغاربه خاصكم تكونوا دايرين بهذا الفيلم هذا ودايرين باللي راه كاينين كواليس. واخا انا ما كنبغيش نبدا نهضر على الكواليس، ما بغيتش نكون بحال الاخرين، ولكن راه الفيفا راه ما كتبغيش شي منتخب افريقي يدير شي حاجه في المونديال. راه خصكم تعرفوا ان المفاجاه اللي خلقها المنتخب المغربي في قطر راه باقا واحله الفيفا هنا. الفيفا كتبغي غير اوروبا امريكان، صافي ماشي كتبغي الفيفا، كتموت على هذا المنظر هذا. سالينا عرفتش الاخوان اللي داز مصر حتى هي والمغرب كما قال الاخ كنا مناقشين معاه نيت دابا، قال لي تخيل والله العظيم الاخ سيغما نيت قال لي تخيل المغرب طيح هي ومصر في الفينال. وانا بغيت حنا كاملين ما كرهناش وبالصح. اخوان صباح الخير عليكم. الحمد لله البارح عدات المباراة المغرب وكندا على خير. دابا احنا المباراة الجاية ديال المغرب وفرنسا، رجال عارفينكم قدام غنجيبوها ان شاء الله. ولكن دابا وانا جالس سمعت بعض الملاحظات وجاوني بعض الملاحظات في الخاص. لازم التحكيم يكون عدل، لازم نشدوا على الموضوع ديال التحكيم. واحد دابا قال لي شوف الا كان تحكيمكم زوين راكم رابحين، ما يكونش تحكيم بحال اللي كان في قطر. اخوان هذا رساله المسؤولين، وقفوا على الحاكم، وقفوا على الحاكم. ما بغيناش داكشي اللي وقع علينا في قطر يعاود يوقع علينا. وهذه ماشي غير هضرتي، هضره المغاربه، هذه هضره الكل، هذا كلشي كيهضر على نفس الموضوع. تهضروا دابا عن الحكم، اذا الحكم زبط غنديوها والله حتى غنربحوا فرنسا ان شاء الله، والله حتى غنربحوها، والله حتى غنربحوها. اخوان الصوره هذه اللي بغى بارطاجي، اللي بغى بارطاجي الفيديو كامل يبارطاجي. بغينا اهم شيء وصل هذا الفيديو هذا اولا التصويره قطعها وبارطاجيها. المهم يجيبوا لنا حكام عدل، صافي هادشي اللي بغينا حنا. نلعبوا الكره واللي يربح مبروك عليه.
المغرب وفرنسا هذا راه ماشي ربع نهائي، هذا راه والله شاف فينال. علاش فينال؟ حيت اللي غيربح فيهم ان شاء الله غيدي كاس العالم. ربحات المغرب ما كاينش اللي غيحبسها على كاس العالم، ولا ربحات فرنسا ما كاينش اللي غيربحها على كاس العالم. ولكن راه فيه حسابات بزاف. المغرب باغا تربح فرنسا باش ترجع لها الكريدي ديال 2022 فاش خرجونا من دومي فينال. فرنسا باغا تربح المغرب علاش؟ باش كتمنى تلاقى مع البرتغال ماشي مع اسبانيا. كتمنى تلاقى مع البرتغال باش ترجع لها واحد الصرف قديم ديال 2016 فاش البرتغال ربحات فرنسا بواحد 0 دات اليورو. ولكن البرتغال واسبانيا لاعبين بعضياتهم، واللي غيربح باغي يتلاقى مع المغرب ماشي مع فرنسا. علاش؟ باش يرجعوا ليه الصرف. فرنسا باغا تلتقى مع المغرب والبرتغال حيت خرجهم بجوج من كاس العالم ديال 2022. واخ فرنسا واش عندها شي يعني شي حاجه اخرى من غير انها تلتقى من البرتغال؟ باغا تلقى مع الارجنتين حيت هي دات على ظهرها دات كاس العالم ب 2020. راه الروينه في هذه. كنتمنى ان شاء الله حنا ننتصروا. الدراري ديالنا الله يرحم لك الوالدين، غير هذا الماتش هذا، غير هذا الماتش هذا ضربوا لي فرنسا والله ما نبقى نقول لكم شي حاجه، لان صافي الطريقه تبان لكم الكاس راه واضح. مغاربه باش اخر عشان الملك ولما لا ان شاء الله كاس العالم مغربيه كنموت عليكم. طالب منتخب المغرب انه يطلعوا هيدا المنتخب المستفز يلي اسمه فرنسا. اهم شيء توقفوا مبابي، لا تخلوه يتصدر على ميسي بعدد الاهداف. لو تشوفوا منتخب باراغواي كيف فايتين عليهم من اول مباراه، انا استغربت انه كيف ما اخذوا ولا كارت احمر من اول مباراه. قاعدين بخبطوا بمنتخب فرنسا، كلنا شفنا كيف ضغطوهم واحرجوهم مثل ما كاب فيردي احرجوا الارجنتين امبارح. تخيلوا هيدا الهجوم المرعب يلي كل واحد يفقع هاتريك بكل مباراه، اخر شيء طلعوا ب5 شوطات فقط على المرمى، حتى انه حسموا وفازوا وتاهلوا من المباراه بركله جزاء. وكلنا عارفين انه منتخب فرنسا هو اكثر منتخب مرعب بكاس العالم هيدا السنه، وشوفوا بالاخر كيف طلعوا ضد باراغواي، زمطوا زمطه ما بتفهم. وشكرا لتصدي حارس باراغواي لشوطه مبابي، لانه لو سجلها مبابي كان يتصدر بعدد الاهداف على عمه ميسي بكاس العالم. احنا مفكرين انه فرنسا لا تتوقف، والله جايكم مين يوقفكم. يا رب يا المغرب، يا رب والله بتقدروا. فرنسا ولا لا يا كابتن؟ او لا؟ والله شوف انا بصراحه متفائل المغرب حتفوز. اها ليش بتفوز؟ الاسلوب المغربي يشبه الاسلوب الفرنسي، لاعب مفتوح، الامكانيات موجوده، الجوده موجوده بين الفريقين. المنتخب الفرنسي يتميز الدكه افضل من المنتخب المغربي فقط لا غير. صحيح. لكن كلاعب كره اذا المغرب كان مركز ولاعب بالطريقه وناحي يرجع لمستواه المعهود، دياز وسط الملعب العناوي وايوب البوعدي، هذا بعتقد مع خط الدفاع عيسى ديوب مع طبعا مع بونو، منتخب المغرب ما ينقص اي شيء انه يتاهل نصف النهائي. منتخب المغرب كاس العالم الماضيه ازاح اسبانيا في قوه اسبانيا، وازاح المنتخب البرتغالي في ربع النهائي. ليش لا؟ منتخب المغرب عنده الامكانيات انه يتجاوز المنتخب الفرنسي رغم قوه المنتخب الفرنسي والمرشح الاول الفوز بكاس العالم. صحيح. رحيمي يبدا ولا لا؟ مش دي مباراه رحيمي اللي يبداها، ممكن ينزل في الشوط الثاني. اعتقد رحيمي يبدا. صايبيري طبعا لاعب مصاب ممكن يغيب، انتهى معنا دوره في كاس العالم. لكن رحيمي اجهز من ايوب الكعبي. رحيمي اخذ ثقه في نفسه. اعتقد نفس الطريقه حيلعب بها وعبي، هو الهجمات المرتده، المساحات. المغرب شوف عند التنوع. انا عجبني المنتخب المغربي، منتخب لا يستعجل، عنده الهدوء رغم الضغط الكندي في الشوط الاول وضغط المنتخب المغربي. لكن المنتخب المغربي كان تحس انسحاب تكتيكي. الشوط الثاني شفنا منتخب اخر يستحوذ، الهجمات المباشره. انا عندي احنا تشوف الجماهير العربيه ممكن برشلونه هو الوحيد الفريق التيكي تاكا ممكن استحواذه المنتخب الاسباني. انا احبت او كان الاستحواذ اللي يكون 3-4 لمسات وتنتقل لملعب المنافس وتسجل هدف على نصف الملعب الاخر وتسجل بسرعه كبيره. هذا اللي يعجبني في المنتخب المغربي، بدون معناه استحواذ بدون فعاليه لا يغني ولا يسمن من جوع. لكن الاستحواذ اللي فيه فاعليه وتنتقل بسرعه لنصف ملعب المنافس وتسجل اهداف. المنتخب المغربي يعرف كيف عنده تنوع في اللعب، يعرف كيف يسيطر على اللعب، عنده الهدوء، لاعبين يلعبوا في مستوى عالي في اوروبا. اعتقد مباراه بالنسبه لنا 50-50.